كان اكو رجل في يوم من الايام ذهب حتى يزور شيخ مريض، فلما راح يزوره طول عنده بالزيارة هناك. فصاحبنا هذا الرجال قال للشيخ انصحني يا شيخ، فرد عليه الشيخ وقال له اذا زرت شخص مريض فلا تطل الجلوس. وفي يوم من الايام اراد شخص ان يحرج المتنبي، فقال له رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فرد عليه المتنبي بكل حنكة وذكاء وانا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. فنون الرد، كل القصص اللي ذكرناها يا صديقي يضرب بها المثل في فنون الرد. السلام عليكم، حياكم الله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون في اتم الصحة والعافية. لا تخلو نقاشاتنا العامة من الرد اللي يكون مفحم وقوي، او مثلا انت تكون في موقف وواحد احرجك وتريد ترد عليه فد رد مناسب، فد رد يكون مفحم ويسكته. وهاي هي فنون الرد يا صديقي. وفن الرد ترى هو يعتبر فن وعلم بنفس الوقت، وهو ايضا مهارة ضرورية لازم الكل يتعلمها ويكتسبها، لانه ترى كلنا معرضين انه نكون بهذا الموقف، نكون بموقف محرج ونريد الرد. بس طبعا يا صديقي هذا الفن ما يجي بالسهل، اكو خطوات وطرق لازم تتعلمها بالبداية، لازم تطور من شخصيتك ومن بعض التقنيات اللي حنحكي بيها. اكيد يا صديقي بيوم من الايام تعرضت لموقف محرج وما عرفت ترد رد مناسب، ومن كنت تريد تطلع فد رد قوي ما كان يطلع وياك شيء. ما تعرف بذيك اللحظة شنو صار لك بالضبط؟ يا اما ما عرفت ترد زين او رديت رد مو بمكان او سكتت. يمكن بهاي الاشياء صرت محرج اكثر من الموقف. وعادة لما نرجع بيننا وبين نفسنا مثلا بعد مرور فترة من الوقت تيجي تفكر بينك وبين نفسك تقول انا ليش قلت ذاك الرد، وتتبلور بمخك فد ردود جدا قويه يجوز فد 20 رد تقول انا ليش ما رديت بيهم. فحتى يا صديقي لا تتعرض لمثل هذا موقف مره ثانيه، اكو فد شغلات بسيطه لازم تطورها بنفسك، وان شاء الله شويه شويه خطوه بخطوه حيقوى عندك هذا الفن. بس شوف يا صديقي حتى لا تحبط، اكيد انت شفت هوايه مواقف وهوايه يعني ردود قويه موجوده على الانترنت او مثلا اللي تجيك رسائل وغيرها. ترى شوف اغلب هذه الردود بالغالب ما تكون حقيقيه، والشخص اللي سواها يعني يكون قاعد يفكر كلش عميق لحد ما قدر يضبط السكريبت ويضبط هاي الردود. ولا تقول انه هاي ردود قويه وانا ما حقدر اصير مثلهم، لا تقدر تصير مثلهم واحسن همين، بس طبعا لازم تتعب على نفسك شويه. وترى الموضوع ما يحتاج بس شويه ممارسه. هسه نجي للفكره الرئيسيه او بعض المهارات اللي لازم نكتسبها حتى نطور من هذا الفن. وهاي الشغلات اللي حنحكيها يا صديقي ما حتفيدك بس بهاي السالفه، لا حتفيدك بجوانب كثيره في حياتك متعلقه بشخصيتك. عندنا اول شيء يا صديقي الا وهو اللغه. خليني اسالك فد سؤال الان، كلمه فنون الرد شنو اول شيء فكرت بيه واجا ببالك؟ اكتب لي بالتعليقات وخلينا نشوف. فاذا سويت بحث بسيط بجوجل وكتبت فنون الرد اول شيء ما حيطلع لك هم العرب القدماء وردودهم. وترى فنون الرد مرتبط ارتباط قوي مع العرب القدماء، والسبب ان العرب القدماء كانوا يملكون من الفصاحه والبلاغه والفطنه ما يجعلهم قادرين على استحضار كثير من الكلمات وكثير من الجمل في لحظه واحده، او في الموقف الصعب اللي انت تريد تسترجع به هذه الكلمات والجمل. واكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نسوي فيديو عن فصاحة العرب وقصص في ردودهم القوية. فاذا قمت بتحليل يومك حتكتشف انه 80% من يومك يروح بالتواصل الشفوي. على المدهش كل ما كنت ضليع باللغة العربية وتعرف مصطلحات اكثر، كل ما كنت بارع اكثر بالتعبير عن نفسك باللغة تزيل كافة احتمالات سوء الفهم. واكو مقولة عند الفلاسفة اليونان يقولون بيها تكلم يا رجل حتى اراك، واللي يقصدون انه لغة الرجل وطريقة الكلام مالته هي اللي تحدد شخصيته، وهي مرآة لعقلك وثقافتك. واكد لك يا صديقي انه اتقان اللغة هو اهم خطوة في معرفة فنون الرد واكتسابها. فلازم تطور من اللغة مالتك، وحنحكي في خطوات لاحقة شو ممكن تطورها. عندنا الشيء الثاني يا صديقي واللي حيساعدك همين بشكل جدا كبير في اكتساب هذا الفن الا وهو الاصغاء. تدري علماء اللغة هنا شيء يقولون لن تحسن الاجابة اذا اسأت الاستماع قبلها. انا ادري انه كلنا في هذه المواقف المحرجة نكون بس نريد الشخص المقابل يخلص الكلام مالته حتى نرد عليه اي رد، سواء كان هذا الرد في محله او في غير محله، او انه نسكته ونقول له خلاص اسكت. واذا ردينا هنا تصير المشكله، حيكون ردنا يعني بالغالب مو بمحله والموضوع حيزداد سوء طبعا. فتجنب يا صديقي بتر كلام المقابل، وبالعكس خليه يكمل كلامه بكل اريحيه، وخليك متابع بعينه وانطيه ايحاء انه انت على حق، وبنفس الوقت انه انت مهتم بكلامه وبالشيء اللي قاعد يقوله. وترى لغه الجسد هنا جدا مهمه لانها تساعدك بشكل جدا كبير على السيطرة على المقابل، ومنها التواصل البصري وعدم الانفعال والتركيز في الحديث. وحتى تعابير الوجه تكون مائلة إلى الابتسامة، بس طبعا تتجنب ابتسامة السخرية. فبهاي الخطوة واللي قبلها إذا دمجتهم سوية إن شاء الله حيطلع وياك فترة قوي. وأخذ النقطة الثالثة واللي هي تعتبر من أهم العناصر ألا وهي اللحظة. طبعا بدمج الخطوتين السابقة حتقدر ترد في لحظتها، وردك لازم يكون سريع
مو توقف يعني شويه مثلا خلينا نقول ثواني تفكر بالرد. هنا هم حيصير ترى منظرك ما حلو، فلازم ترد مباشره بعد ما يكمل حديثه. وهنا حتحتاج تدرب عقلك على شيء اسمه ايديا ماشين او آلة توليد الافكار والكلمات والجمل. شلون حتقدر تدرب عقلك على هذا الشيء؟ لازم اول شيء توفري معلوماتك الثقافيه، لازم يكون عندك مخزون جيد من الكلمات والجمل اللي لما تستحضرها تجي وياك. وهذا الشيء طبعا ممكن يجي عن طريق القراءه. اقرا في مختلف المجالات، في مختلف المواضيع، وكلنا عندنا انترنت حاليا، فبس تكتب بجوجل خلاص ممكن تقرا بكل سهوله. واذا ما كان عندك واهس بالقراءه يا صديقي همين بسيطه، افتح لك فد بودكاست مفيد واستمع له. حاول دائما تستمع لشغلات تثري الثقافه والمعلومات واللغه عندك، وخصوصا اللغه. واتوقع السماع جدا سهل، يعني انت رايح للدوام، انت راجع من الدوام، انت رايح اي مكان اسمع. حتى اذا ما كنت مركز مثلا تسوق ومن شغل، افتح اي شيء مفيد ولا اراديا حتتثبت بعض الكلمات والجمل بدماغك، يعني هيش تلتقطها على الطاير. المهم يعني لازم تخلي عقلك ودماغك دائما تدخل له افكار وكلمات جديده. ممكن هم شي تسوي هذه الافكار تدونها على ورق، لان كتابه هذه الافكار حترسخها اكثر وبشكل قوي. اكتب مثلا من المواقف القديمه اللي صارت لك، الموقف الفلاني كان انا المفروض ارد عليه الرد الفلاني، واكتب لك مثلا فد 10 ردود. طبعا جزء من هذه الردود ممكن تستعملها في مواقف ثانيه، وهيك انت اذا تعرضت لاي شيء حتكون اكو ردود جاهزه ببالك، في لحظتها تركبها سويه وتركب الكلمات والجمل وحيطلع وياك رد مناسب. بس طبعا الردود مالتك يا صديقي لازم تكون يعني ردود بيها ادب شويه واخلاق، يعني مو بس رد يكون مفحم وتكون بيه مثلا مسبه للمقابل، لا ابدا، لانه انت هنا تمثل نفسك واخلاقك، فلازم تكون اخلاقك عاليه. ولما تطرح هذا الرد اطرحه بقوه وتكون عندك رباطه جأش، حتى المقابل من يشوف ردك يحس انه ردك ثقيل، ردك قوي. وتدري انه فنون الرد هذه يتعلموها الدبلوماسيين والسياسيين همين، لانه يحتاجوها حتى يحافظون على العلاقات من التوتر، ويعرفون شلون يردون اذا سئلوا في سؤال محرج او سؤال يعني صعب. المود هيك انطي لنفسك مساحه واثري معلوماتك اللغويه، وحاول دائما انه تكتسب معلومات جديده وكلمات جديده وجمل جديده، وهيك مع مرور الوقت من تدرب نفسك عليها ان شاء الله حيتحسن شويه شويه هذا الفن، حتصير تعرف شلون ترد كل زين بكل المواقف. وانطيكم هنا في قصه وموقف اخير. يحكى انه جحا دخل في يوم من الايام على قريه، فشاف احد الرجال وحكى وياه وكان يضحك وياه ويمزح، وقال له عرفتك من حمارك يا جحا. رد عليه جحا وقال ان الحميره تعرف بعضها. اكتب لي بالتعليقات هل تتفق ويا جحا بهذا الرد مالته لو لا، وهل كان الرد لائق لو لا. وبس هذا كان ويانا لحلقه اليوم، ان شاء الله يكون الكل استفاد منها واستمتع بيها. اي واحد عنده اضافه او تعليق حول هذا الموضوع خليه يكتب لي بالتعليقات. واذا وصلت صديقي لهاي الدقيقه واهم شيء يكون عجبك الفيديو، انزل بسرعه واشترك بالقناه وخلي اعجاب وتعليق، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم وجديد. سلام عليكم.